المريض عمره أكثر من 70 سنة 72 أو 73 سنة يعاني من يرقان انسدادي بسبب تورم بالقنوات الصفراوية بالقناة الصفراء الرئيسية منتشر إلى الكبد مسبب له يرقان انسدادي. فسوينا له عملية قسطرة القناة الصفراء وخلينا له دعامات بلاستيكية داخل القناة الصفراء. هاي العمليات طبعا هي العمليات الشائعة ودائما احنا نسويها بالمستشفى الكفيل للأمراض الأورام اللي موجودة بالقنوات الصفراوية أو كانت في مثلا البنكرياس ومسببة انسداد القناة الصفراء. طبعا قسطرة القناة الصفراء بصورة عامة هي تستخدم بنواظير خاصة وتستخدم لعلاج أمراض القنوات الصفراوية بصورة رئيسية إذا كانت أورام عن طريق التوسيع ووضع الدعامات البلاستيكية والمعدنية إلى أن المريض بعدين ممكن يكمل العلاج مالته إذا كان كيميائي أو إذا كان يتوجه باتجاه العملية. العملية مرات تكون تأخذ وقت قصير مثلا 10 دقائق وممكن لا تأخذ أكثر من ساعة حسب نوع الورم وانتشار الورم والصعوبة اللي موجودة مرات نواجهها. الحمد لله مثل هذا المريض تمت العملية مالته بنجاح.